عمرك دخلت ميتنج بايع واكتشفت جوه او مع الوقت انك شاري؟ اتعلم التكنيك الصح للبيزنس ديفلوبرز عشان تستخدمه او تمنع حدوثه حسب مزاجك. اللي اعتدنا عليه طول عمرنا من اي شركه انك بتبقى قاعد في امان الله ويجي لك تليفون مبيعات ويعرض عليك منتجات الشركه دي. اشهر مثال على ده مثلا مكالمات الريل استيت اللي بتعرض عليك طول الوقت شقق وشاليهات وفلل، وانت عشان عارف راسك من رجليك وعارف انك انت الشاري المستهدف في المكالمه دي، فبيكون سهل عليك انك تقول للي بيكلمك بسهوله انا اسف انا مش انترستد، فتوفر وقت من حياتك. للاسف الموضوع ما بقاش كده، ما بقاش بالسهوله دي، ما بقاش كده من ساعه ما ظهرت وظيفه اسمها البيزنس ديفلوبر. وعشان ما تفتكروش اني بحكم على الوظيفه دي كاني يعني ملهاش لازمه، لا، هو انا الحقيقه شايف ان الوظيفه دي برضو ممكن يبقى ملهاش حل، وهقول في الاخر ليه وازاي. بس قبل ما نوصل لهناك لازم نشرح الاول ايه الوظيفه دي اصلا، ونقول ازاي ان تدرج تعريف الوظيفه مع الوقت كان ابتدى يخلق ميتينجز متوحشه فرانكشتاين كده، ملهاش ملامح، تحس ان ملهاش راس من رجل، زي ما هنشرح كمان شويه. طيب هو ايه شغلانه البيزنس ديفلوبر؟ هو زي اسمه كده، مطور اعمال. الراجل ده دوره انه يلاقي فرص بيزنس جديده في السوق، ريفينيو ستريمز جديده الشركه تقدر تدخل بيها فلوس اكتر. فعشان الراجل ده يوصل للمبدا ده فلازم الراجل ده يكون ترسانه معارف خضبه بس في عالم البيزنس. ومن هنا ابتدى يظهر المفهوم اللي انا بعتبره كابوس او بدايه السقوط في الكارير ده، وهقول ليه. من هنا ابتدى يظهر مفهوم الاوبنر والكلوزر. الاوبنر ده انه واحد بيفتح كلام ما بين الشركات لتمهيد امكانيه حدوث تعاون، والكلوزر ده اللي بيدخل على طول بعد ابداء الشركه الثانيه اهتمامها ويحاول يقفل معاها ديل. والناس عاده بتتكلم قد ايه انهم ممكن اوقات يحسوا انهم اوبنرز شاطرين، بس للاسف كلوزرز فشله. الكلام ده بالنسبه للناس اللي زيي عبثي، خصوصا اني على مدار حياتي وعلى مدار كاريري حضرت شويه من الميتينجز المشوهه اللي تكونت بسبب الاوبنرز دول. تعالوا اما احكي لكم واقول لكم ليه وازاي. الاوبنر بيكون فاكر انه جزء من نجاحه انه جاب كونكشن واثار اهتمامها وشبط السن وقعد الناس مع بعض. حلو، يمكن، بس ده بقى الحقيقه ابعد ما يكون اننا نقول انه ده ممكن يترجم لنجاح او لكلوزنج. اقول لك ليه. الموضوع عامل زي اما اجي اقول لك مثلا تعالى اعرفك على نجيب ساويرس وتتعرف عليه، ها وبعدين ولا حاجه، ولا حاجه خالص. ان ما كنتش مستف الورق مش هيحصل حاجه. زي ما خطبه تفتكر ان شطارتها قعد اتنين مع بعض من غير ماتشنج، ولا حاجه هتحصل ساعتها برضه. ولا اقول لك صدقني حتى لو عارفه ان في ماتشنج محتمل برضه ما يحصلش ولا حاجه. لان انت لازم تفتكر ان زي ما حضرتك بزنس ديفلوبر بتعمل لصالح شركتك، فاللي انت بتتكلم معاه اصلا هو كمان بزنس ديفلوبر بيشتغل لصالح شركته برضه، وبيفكر دايما ازاي يفيدها. وجزء من تكتيكاته انه يعمل انه انبهر من التعاون المحتمل، اللي هو يعني مش شرط ده يكون انجاز من حضرتك، انما حركه منه بيشبطك انت بيها. عارف ده بيتعرف ازاي بقى بسهوله؟ بيتعرف من الميتينجز اللي بتخزوق انا فيها بعد كده بسببك، اللي ببقى داخلها فاكر انك مديني الامان اني داخل ابيع جوه، والاقي نفسي فجاه بطلع انا اللي بشتري. تعال اديك شويه امثله وقصص حيه سمعت عنها من زمايلي او عشتها. فيندور هاردوير لمكن بي او اس اللي انت بتدفع عليه بالكارت ده رايح يكلم شركه تانية مهمتها تحصيل فواتير، وعايز يبيع لها انها تستخدم المكن ده بطريقه او باخرى في تحصيل فواتيرها. فبيتحول الميتنج تدريجيا بقدره قادر ان بعد ما شركه الفواتير كانت مبينه مثلا حماس في الاول انه يلا عايزين نجيب المكن ده منكم، تلاقي فجاه الحوار لف ما تعرفش ازاي، ها، وسالت شركه الفواتير على نظام الفواتير اللي شركه الهاردوير كانت في يوم ربطت معاه زمان، وتساله هو امتى هيشتغل. وبعدين لما رجع الكلام تاني على الهاردوير الجديد ما حدش ابدى اهتمام، وحتى الناس اللي كانت قاعده بتسمع في الميتنج كان باين قوي انهم مش الستيك هولدرز اللي هياخدوا قرار، لانهم كانوا ناس مش تكنيكال، والناس التكنيكال ما كانوش حاضرين الميتنج. فميتنج انت داخل فاكر انك بايع الهاردوير، بس هو الحقيقه انت طالع منه شاري، لان الراجل اللي جوه عايز يطمن على السيستم بتاعه عندك وعلى فلوسه، وما عندوش اي اهتمام بالهاردوير بتاعك. قصه تانية، شركه بتكلم شركه تانية بتقدم حلول بنكيه رقميه مثلا، فالشركتين يبدو وكانه ما بينهم ماتشنج مشترك ان هما الاثنين هيتعاونوا على تقديم الحلول البنكيه الرقميه دي للمستخدم النهائي. لكن مع ذلك لا زال ممكن الاتفاق يكون مش واضح، لان الشركه الاولانيه كان عندها عشم مثلا انها هتاخد هي توكيل بيع الحل الرقمي البنكي ده، وتاخد نسبه على كل بيعه داخل بايع يعني، عشان يكشف الوقت انه لا، ده كان التخيل ان شركه الحلول الرقميه البنكيه الثانيه دي ماشيه في اجراء انها تبيع للشركه الاولى، تبيع لها نظام كامل بفوتره على النظام كانهم فيندر، يعني مش تديهم توكيل وتخليهم بايع، لا ده تبيع لهم النظام وتخليهم شاري. فبعد ما كانت الشركه الاولى فاكره انها بايع تحولت انها بقت شاري. شركه مثلا عرض على شركه تانية شراكه في تقديم حلول ماليه سوا، يبدو للوهله الاولى ان الشركه التانية بايعه ومستفيده لما تدخل في الشراكه دي.
بس ممكن تنتهي إن هي اللي شارية، لإن هي اللي عندها الleads والزباين اللي الشركة الأولى كانت عارفة إنها ممكن تقوّم عليهم line of business كامل، بس مش هتقول بشكل مباشر وهتجيبها بشكل شراكة، فتحوّلت الشركة التانية اللي كانت فاكرة نفسها بايعة بالشراكة إنها actually شارية بالشراكة. شركة هاردوير وشركة سوفت وير sister companies رايحين سوا يتكلموا مع شركة سوفت وير تانية للبحث عن فرص تعاون. فبينتهي ميتنج زي ده عدمي عبثي ان شركتين السوفت وير بيعرضوا على بعض خدمات، فكل واحد فيهم فجأة بقى بايع ومفيش حد على الترابيزة شاري. ففكرة البحث عن بيزنس محتمل في اجتماع زي ده بتكون مقتولة من أساسها. وعلى فكرة، موضوع التحول من انك بايع لانك تتبلف وتلاقي نفسك اتحولت فجأة انك بقيت شاري، ده مش بيحصل على مستوى الشركات بس، ده ممكن يكون بيحصل على مستوى الافراد كمان. يعني مثلا كان في فرصة فريلانس جايه لي، فقعدت اتكلم مع الناس، لقيت ان بسبب اعتمادهم على مفهوم الصداقة فهم عايزين حل رقمي بفاينانشال موديل عاملين فيه ان الكوست بتاع الحته التكنيكال قليل قوي، وبيقولوا لي احنا مش عارفين، انت يا جون اتصرف، لمجرد ان العشم واخدهم. فبعد ما كنت رايح فاكر اني بايع جاي ببيع خدماتي، لا، لقيت نفسي بشتري. ان حد عايزني اخصم واجز في خدماتي اللي هي اصلا هتبقى مكلفاني بعرف التك اللي بيفوترني بعد كده، وعايز يجز بشكل مرعب عشان هو يطلع ويزيد بالفاينانشال موديل بتاعه. فبعد ما كنت انا رايح بايع بقيت انا اللي شاري. برضه فاكر لما مريت بتجربه لي اوف عنيفه في وقت من فترات حياتي في واحده من الشركات اللي كنت شغال فيها، وبعدين بعدها كنت بدور على شغل جديد، فجالي فرص انترفيوهات جديده. ففاكر في واحده من الانترفيوهات دي ان انا فاكر بقى ان انا رايح ببيع مهاراتي ومعرفتي وموهبتي، عشان الاقي الانترفيو بيتحول انه رايح لسكه انهم بيسالوني عن ايه اللي حصل لشركتي اللي فاتت، كانهم بياخدوا ما وراء كواليس حصريه عن اللي حصل في الشركه. فتحولت ان انا اللي شاري وعايزين نشتري بمعلومات. عشان كده انا مش مقتنع تماما بفكره الاسم ما بين الاوبنر والكلوزر دي، لانه اوبنر لوحده كفيل بخلق وحوش الميتنجز المشوهه اللي اتكلمنا عليها من شويه دي، خصوصا ان الشركات في البيع بقت اذكى بكتير قوي مما انت متخيل. بتستخدم طعم انك تفتكر انهم شاري عشان ده هيخليك تسمعهم عشان تفي احتياجاتهم، وده الوقت بالظبط اللي هيبتدوا يبيعوا لك فيه. عشان كده انا بقيت مقتنع ان البيزنس ديفلوبر الشاطر مش الاوبنر الشاطر، انما طبعا الكلوزر الشاطر. لان جزء من نجاحك مش انك تجيب معارف، انما انك تبيع، او على الاقل تعمل توازن بين مفيش بايع او شاري، انما انتوا الاتنين سوا بتبيعوا، فانتوا الاتنين تكسبوا. توازن، لان الميتنجز اللي من النوع ده فيها شعره انها تتحول من شراكه لاتنين بيبيعوا لبعض بضراوه. انت لازم وانت بتخلق العلاقه يكون عندك تخيل لطبيعه التعاون وازاي البازل هيتركب بالحرف. حاجه كده بيسموها PVD او Perceived Value Dialogue. ديالوج حوار ما بين كيانين مبني على ان كل كيان بيقول للتاني هو هيفيده في ايه وازاي ان طبيعه الشراكه دي هتنتهي بمكسب للطرفين. فلازم فعلا يكون في قاعده برين ستورمنج، ما احنا مش اول لما اتعرفنا عارفين هنعشق البازل ازاي، بس دي المفروض ان الاوبنر اللي يعملها لوحده ويعملها لحظه التعارف كنوع من انواع الدردشه الجانبيه، وما يتعملش ميتنج رسمي غير لما يكون في تخيل مبدئي ازاي الشركتين هيكونوا شراكه ويكسبوا مع بعض مش على حساب بعض. فساعتها الميتنج يتعمل لمناقشه التنفيذ فقط، بحيث لما يتعمل الاختلاف وقتها ما يكونش هو احنا هنتعاون ازاي، انما يكون على حاجه تنفيذيه، اختلاف عن نسب مثلا، مع ان ده برضه كان ممكن الاوبنر يتلافاه، لكن مش ان الرؤيه نفسها مش موجوده واحنا عايزين نقعد ونوجدها في الميتنج ويبقى في حاله فوضى بقى انه مين البايع ومين الشاري. امثله مثلا على شراكات ناجحه: شركه توصيل طلبات هتدي نظام مكافآت لاسطولها من خلال شركه تانية بتقدم حل رقمي للاساطيل عشان الشركه الاولانيه رقم عمليات توصيلها تزيد. وين وين. او شركه بتفتح لشركه لاين اوف بزنس جديد تقدر تبيعه مقابل ان تحصيل الفلوس يبقى عندها. وين وين. فمن الاخر مفيش ملاذ ولا فرار من انك تتعلم تكون كلوزر عشان توفر على شركتك الكثير من الميتنجز المكلفه التي هي بلا عائد مادي لما بتكون فوضويه بالشكل ده. بالعكس، ده انت تختار الميتنجز اللي هي فتوفر وقت وفلوس ويكون الميتنج بجون ويجيب شراكه تجيب فلوس. انت بقى عمرك دخلت ميتنج بايع طلعت شاري؟ شاركني في الكومنتات ولايك وشير وفولو لو عجبتك الحلقه دي. باي.